ما شاء الله ما شاء الله يا جماعة، ما فيهوش غلطة. محدش يقدر يتكلم على هذا الملعب ويقول لك ان هو مثلا فيه مشاكل وفيه مش، لا ما شاء الله يا جماعة. لا ملعب كبير، ملعب حديث، ملعب هندسة، فيه يعني التكنولوجيا فيه عالية جدا جدا جدا. وفي المشكلة بيجي الإعلام الجزائري من ناحية تانية يقول لك المغرب ليست أفضل منا، المغرب مش عارف ايه، المغرب مش عارف ايه، دايما حاطط المغاربة والمغرب في عقلهم. مش عارف ليه يا جماعة، بصراحة يعني أنا مستغرب جدا وهتجنن يعني من اللي بشوفه. وانت طب ما انت اعمل زي المغرب، اعمل ملاعب زي المغرب، قدم زي المغرب. يا جماعة المنظومة الرياضية في المملكة المغربية حاجة عظيمة جدا جدا. و... يعني ما شاء الله الناس دي بتقدر تتعب وبتلاقي، يعني بتجد وتجتهد مش على الفاضي. والله والله ده ما شاء الله يا جماعة. يعني لو اتكلمنا بسم الله ما شاء الله، عشان محدش بس يقول ان احنا بنحسد ولا حاجة، لا. شوف لاعبين المغرب المحترفين عاملين ايه في العالم. شوف الملاعب المغربية دلوقتي عاملة ايه، والحدث عنها الناس كلها بتتكلم عليها ازاي. شوف استاذ فوزي لقجع مطور في المنظومة الرياضية بشكل كبير جدا جدا جدا. يعني الراجل ده ما شاء الله يعني ايه يعني، حظ المغرب بهذا، يا بخت المغرب بهذا الرجل، يا بخت المغاربة بهذا الرجل. رجل ما شاء الله، يعني أهم حاجة عنده النجاح. نجاح المغرب في الرياضة، نجاح المغرب في المجالات الرياضية جميعا. مش مجال كرة القدم بس، لا ده احنا شفنا الفوتوسال ما شاء الله يا جماعة. المغرب، حتى سيدات المغرب في الفوتوسال ايه ده، اول مرة يدخلوا بطولة فوتوسال وتنظم بطولة فوتوسال، وهم اللي ما شاء الله ياخدوا البطولة. فانت متخيل، انت مدرك النجاح الباهر اللي المغرب فيه. الناس ديت بتتعب وبتلاقي. الناس دي ما بتفكرش الا في مصلحة بلدها فقط لا غير. غير كده، ما هو بلد ناجحة ليه يا جماعة؟ ما هو المغرب بلد ناجحة ليه؟ علشان كلهم على قلب رجل واحد، كل الناس هناك على قلب رجل واحد، عايزين البلد تنهض، عايزين البلد تنجح، عايزين البلد تتطور، عايزين يبقى في نجاح في المجال الرياضي بشكل كبير جدا وشكل غير مسبوق. العالم كله دلوقتي بيتكلم على افريقيا بسبب المغرب. يقول لك افريقيا عندها بلد اسمها المملكة المغربية، فيها انجازات مش عند اي حد، فيها تطور مش عند اي حد، فيها ملعب افتتحوه، ملعب كبير، ملعب ضخم، ملعب عظيم، ملعب فيه كل الامكانيات الممكنة اللي ممكن تشوفها. ما شاء الله يا جماعة، يعني حاجة عظيمة جدا جدا. فانت الغرب دلوقتي شايف افريقيا بشكل مختلف بسبب المملكة المغربية، بسبب ابناء المغرب، بسبب النجاح اللي احنا بنشوفه كل يوم ورا يوم. فدي حاجة ما بنشوفهاش الا في المملكة المغربية. فاحنا لينا الشرف ان احنا نتكلم على ابناء المغرب، لينا الشرف ان احنا يعني نفتخر بهذه المملكة العظيمة. فان شاء الله يعني من التقدم باذن الله لتقدم لهذه المملكة العظيمة، مملكة المغرب. طبعا ان شاء الله يعني انا ببارك واهني جميع شعب المغرب على هذا النجاح العظيم. عايزك تصلي على النبي الشريف، قناة وشوية كل جد وحصر. السلام عليكم.